يلا بينا نحضر ماتش الاهلي وحرس الحدود في الدوري. يا بيلي اقبال على فوراني النهارده في السما بعد اللي حصل مع بيراميدز. ده شكل جمهور الاهلي الموجود النهارده في الاستاد. طبعا نتيجه ماتش بيراميدز كانت واصله للجمهور، عشان كده اول هتاف ليهم كان بدأ الاهلي الماتش زي بتروجيت بالظبط، الاول في الثاني على طول. اول للاهلي في الدقيقه 9، ما استناش كتير وده الصح، ولازم يجيب بعده الثاني على طول. تاني للاهلي وده الصح، اوعى بقى تلبس جونين زي ماتش بتروجيت. ايوه كده. هيلغي ولا هيحسب؟ لغى ضربه الجزاء. بعد كده سيل من هجمات للاهلي، ولكن كانت بتضيع بمنتهى المرقعه. ما تحط يا بن شرقي. خلص الشوط الاول 2-0. نفسي المرقعه اللي حصلت في نهايه الشوط ما تتكررش الشوط الثاني عشان كل ما يزعل. معلومه بس، لعيبه الاهلي انت بتضيع كتير وممكن تخسر الدوري ده على فرق جول، فلو انت قادر تكسب 3 4 5 اعمل كده عشان ما تزعلش في الاخر. بدأ الشوط الثاني بضغط رهيب من الاهلي، ولكن اللي كان مختلف عن ماتش بتروجيت ان ما كانش فيه هجمات خطر على مرمى الشناوي. دي اللعيبه يا مان. الثالث للاهلي، وسام شكلها اشتغلت معانا. يا ابن اللعيبه. ركز بقى في اللقطه دي قوي، لان علي معلول هنا كان بيقول لامام يا جدع كنت سيبها لي انا اجيبها جون او اعمل اسيست حتى. جون جامد، بس علي معلول بيقول له يا اخي كنت سيبها، كنت هجيبها انا. خمسة وخميسة يا كابتن عماد في عين كولر. خلص الماتش 5-0، صح جدا اللي الاهلي عمله ده. طول ما انت قادر تكسب 4 و5 و6 اعمل كده عشان ممكن تقف على جون في الاخر. بعد نهايه الماتش على طول جمهور الاهلي بعت شويه رسائل كده لبيراميدز والمصري. وزي ما كان ده اول هتاف ليهم في الماتش، برضو ده كان اخر هتاف ليهم في الماتش. ويلا بينا نشوف عماد النحاس هيقول ايه. الدوري السنه دي ممكن يتحسم بفرق الاهداف، لان عدد الماتشات قليل قوي، وفرق الاهداف هيبقى مؤثر جدا في الدور الثاني بالذات، لانه ما بيحسبش الدور الاول خالص. هل وصلت لعيبتك الموضوع ده؟ عشان كده شفنا النهارده 5 اهداف. يحصل تعادل في عدد النقاط ما بيننا وما بين المنافسين. طبيعي لما يكون عندك فرصه ان انت تكسب بعدد اهداف، انت عارف ان الدوري السنه دي يحسم بالاهداف، اكيد واصله للعيبه. وبس كده، الحمد لله.